لقمان ايش رايكم فيه؟ لقمان كان عبدا مملوكا أسود البشر، ومع ذلك ولقد آتينا لقمان الحكم. قال له سيده، قالوا يا لقمان روح اذبح شاة وأتني بأطيب شيئين فيها، فذبح الشاة وجاء بالقلب واللسان. قال القلب واللسان يعني لحمة بدون عظم. السيد يفهم منها كذا. يوم ثاني قال يا لقمان روح اذبح شاة وأتني بأخبث شيئين فيها، جاب له القلب واللسان. ما هذا يا لقمان؟ قالوا يا سيدي هما أطيب شيء إذا طابا وأخبث شيء إذا خبث. قالوا أما إنك أوتيت الحكمة اذهب فأنت حر. حررته الحكمة العلم، فلما تحرر تجمع الناس عليه، صار بيته كله ناس ورايحين جايين، وسيده الذي اعتقه ما حد يسأل عنه. جاء مرة ثانية قال يا لقمان ما بال الناس يأتونك ويجتمعون عندك وأنا سيدك ما حد يجيني؟ قال له لأنك انشغلت بما لا يعنيك ففاتك ما يعنيك فتركك الناس، وانشغلت بما يعنيني وتركت ما لا يعنيني فأتى الناس إلي لأخبرهم بما يعنيهم مما علمته ولم تعلم. كلام غريب. يوم كثر الناس عنده هاجر، ترك مصر، هو من أهل مصر من بلاد النوبة بين مصر والسودان، منطقة لقمان. ترك بلاد النوبة وراح الشام. كان في عهد داود عليه السلام. دخل الشام، أول ما دخل الشام درى عنه داود، ناداه سليمان لسه طفل صغير، قال له يا لقمان هل لك أن تعمل معي؟ وداود كل ما جاء حد وشافه يشتغل في الحديد يقول له ماذا تعمل؟ يقول له هذا حديد ألانه الله لي أصنع منه دروع وأسوي منه سيوف وكذا. إلا لقمان جاء وجلس وداود ينتظر يسأل، قاعد ألنا على الحديد زي العجينة بإصبعه يسوي الحديد. ساكت لقمان ولا كلمة. طالع في داود ايش في الرجال ما يسألني ايش يسوي ولا سؤال. قال يا لقمان ألا تسألني عما ترى؟ ليش ما تسألني ايش نسوي؟ قالوا لن أسألك حتى تنتهي، فإن فهمته استغنيت عن السؤال بالفهم، وإن لم أفهمه أسألك في وقت السؤال لا قبله ولا بعد. قال هذا حكيم. لقد أوتيت الحكمة هل لك أن تعلم ابني الحكمة؟ قال بلى أعلمه الحكمة. فجلس لقمان يعلم سليمان، فأصبح سليمان في العلم والفهم أحسن من أبوه، ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما. ولا تنكحوا المشركات، معناها أن الرق قد لا ينقص من الشخص. ما نقص لقمان كونه كان عبدا مملوكا. الخضر عليه السلام كان عبدا مملوكا ما نقصه ذلك. ما نقص يوسف أنه بيع وكان مملوكا. لذلك بعض الناس يتحرج كيف يقول هذا ملك يمين وكيف هذا ورد في القرآن. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. هي ظروف، قد يكون الحر اليوم عبد بكرة، وقد